ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهاردة سهلة قوي من غير ما يبقى فيها وقفة كتير ولا اي ادوات، يعني اي حد يقدر يعملها بابسط الخامات الموجودة في البيت. والوصفة كلها على بعض بالتسوية ما بتاخدش اكتر من نص ساعة، يعني هتقدروا تعملوها كل يوم. هحتاج للوصفة دي بيضتين يبقوا بدرجة حرارة الغرفة، وهحط عليهم كيس من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا، وحطيت عليهم نص كوباية من السكر. وبعد كده هبتدي ادوبهم بالمضرب اليدوي عادي، مش محتاجة اي مضرب كهرباء او خلاط او اي حاجة. عادي خالص بالمضرب اليدوي هضربهم لمدة دقيقة تقريبا او اقل كمان، لحد لما احس ان البيض والسكر اندمجوا مع بعض. بعد كده هضيف ربع كوباية من اللبن، وبعد كده هضيف حوالي نص كوباية ناقصة شوية من الزيت، وهكتب لكم كل المقادير بالملي بالظبط في تحت في صندوق الوصف. هنا حطيت نص كوباية مليانة من الزبادي او 150 جرام من الزبادي. وبعد كده هبتدي تاني ادوبهم كلهم مع بعض. انا هجرب معاكم الوصفة النهاردة بطريقتين، مرة بالزيت ومرة بالزبدة مكان الزيت، وهقول لكم رأيي في الاخر كان رأيي ايه في اللي كانت بالزيت ورأيي ايه في اللي كانت بالزبدة. هبتدي ادوبهم لحد لما احس ان الزبادي كلها دابت تماما. بعد كده هبتدي اجهز الدقيق عندي. هحتاج 220 جرام من الدقيق او كوباية دقيق، والكوباية التانية تبقى ناقصة حوالي سنتي زي ما انتوا شايفين كده. احطهم، وبعد كده هضيف عليهم كيس من البيكنج باودر، يعني زي ما يكون الكيس من 8 جرام ل 15 جرام عادي في الحالتين عادي. وبعد كده هحط ذرة من الملح. بعد كده هبتدي انخل الدقيق بالشكل ده، سواء بالمصفى او بالمنخل زي ما انا بعمل كده. بس الطريقة دي بتبقى حلوة، بتدي هشاشة للكب كيكس بتاعتي او لاي كيك عموما. ولو مش متوفر لا مصفى ولا ده فخلاص مش مشكلة، عادي ممكن تحطوا الدقيق عادي بمنتهى البساطة. هبتدي ادوب الدقيق، وعايزه اقول لكم على حاجه هتلاحظوها. اول ما تبتدوا تدوبوا الدقيق هتحسوا ان الخليط سميك شويه، فاوعوا تتسرعوا وتضيفوا اي مكونات سايله، لانكم بعد ما هتبتدوا تدوبوه لمده دقيقه تقريبا بالحركه دي، يعني ما بياخدش وقت خالص حوالي دقيقه، هتبتدوا تلاقوا قوامه بقى مظبوط بالشكل ده. ده كده قوام مظبوط. هكتب لكم المكونات بالملي تحت علشان تطلع معاكم مظبوطه جدا وسهله. ولو مش عايزين بالملي زي ما انا قلت بالكوبايات برضو هكتبها لكم. هبتدي ارص القوالب بتاعه الكب كيكس. انا ما كانش عندي صينيه كب كيك، بس كان عندي القوالب السيليكون دي، فمشيت حالي وحطيتها على الصاجه بتاعه الفرن. وابتديت برضو بالمعلقه، اخد بالمعلقه احط في كل واحده كب كيك معلقه من المكون بتاعي. زي ما قلت لكم انا حبيت وصفه النهارده تبقى بسيطه من غير اي ماتيريالز خالص، يعني اي حد يقدر يعملها بمنتهى السهوله، حتى كمان لو ما كانش ليه في المطبخ اساسا. يعني حتى لو بنوته صغيره ملهاش في المطبخ هتقدر تعمل الطريقه دي بمنتهى السهوله. ببتدي احطهم كده بالشكل ده، هاخد معلقه 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 واحده بس، وهقول لكم برضو ليه. هخلص الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده. الكميه دي عملت 12 واحده كب كيك. بعد كده باقي الخليط ابتديت احط عليه 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، وقصاد الثلاث معالق الكاكاو حطيت 3 معالق من اللبن. لو حطيتوا معلقتين من الكاكاو الخام حطوا معلقتين من اللبن. لو حبيتوا تضيفوا معلقة واحدة بس من الكاكاو الخام ضيفوا قصادها برضو معلقة من اللبن، على حسب سماكة الكاكاو الخام بتاعكم. ساعات كده بيبقى دارك قوي فبيبقى معلقة واحدة كفاية، لكن اللي كان عندي ده كان فاتح فحسيت ان انا محتاجة احط 3 معالق. بعد كده ابتديت ادوبهم كويس لحد لما الكاكاو يندمج مع باقي الخليط. وبرضو بنفس المعلقة، يعني اخدت معلقة تانية وحطيتها على الكب كيكس بتاعتي، بقى من تحت فيه فانيليا ومن فوق بقى فيه شوكليت. دي طريقة ظريفة برضو من غير ما نقعد نقسم في اتنين في حاجتين جنب بعض، واحد فانيليا وواحد كاكاو. لا، حطوا الفانيليا الاول واللي يتبقى زودوا عليه الكاكاو علشان ما يبقاش فيه مواعين كتير في الوصفة دي، تبقى سهلة وبسيطة. ابتديت بالمعلقة كده اديهم اي تقليبة عشوائية، بحيث اني احاول اعمل شكل فيهم يبقى زي الزبرة كيك كده، بس على حاجة بسيطة اكتر، وبرضو من غير اي مواعين كتير او ماتيريالز كتيرة تحسوا انكم لازم محتاجين تشتروها. بحطها في الفرن حوالي 20 دقيقة على حرارة وسط. ضروري جدا تبقى الحرارة وسط، يعني على حسب شوفوا الفرن بتاعتكم ازاي. الايديال 180، لكن لو الفرن سخن قوي قللوا عن ال 180. ولو الفرن باردة انتوا اكيد كل واحد بيبقى عارف الفرن بتاعته عاملة ازاي، يبتدي يحطها على الحرارة الوسط في رف وسط لمدة 20 دقيقة بالظبط.
بعد مرور 20 دقيقة طلعت الكب كيكس بتاعتي. دي كانت أول واحدة اللي جربتها بالزيت، كان رأيي فيها إنها كانت هشة أكتر، زي ما انتوا شايفين تحسوا إنها هشة أكتر وخفيفة أكتر، يعني كان طعمها خفيف. وده القوام بتاعها بالظبط. دي بقى التانية، ودي بصراحة اللي أنا حبيتها أكتر، اللي هي كانت بالزبدة. استبدلت ال50 ملي الزيت ب50 ملي من الزبدة السايحة مش سخنة. وده كان القوام بتاعها. كانت هشة لكن كانت مليانة أكتر من جوه، يعني أقل هشاشة من اللي هي الزيت، ولكن كانت دسمة وطعمها أجمل. أنا بحب دايما الكيكس اللي أنا لو خدت واحدة كب كيك أحس إن أنا شبعانة لما باكلها. فحسيت أنا عن نفسي حبيت اللي بالزبدة أكتر، لكن تقدروا تجربوا الاتنين وتشوفوا مين أكتر هتحبوها. ودي عملتها واحدة سادة خالص كانت بالفانيليا، برضو دي بالزبدة. حبيت قوامها قوي وكان شكلها جميل وكان طعمها أحلى بالنسبة لي. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم لأنها بجد سهلة، يعني أنا متأكدة إن انتوا هتقفلوا الفيديو ده وهتروحوا تجربوها على طول. جربوها وقولوا لي في الكومنتس ايه رأيكم، واستناكم في وصفة جاية. باي باي.